مساء الفل على كل الناس. امام عاشور على وشك بدء رحله الاحتراف في الدنمارك في نادي ميتلاند الدنماركي. امام عنده كل القدرات والامكانيات اللي تخليه يعمل مشوار احترافي كبير. امام لعيب سريع مهاري بيشوط كويس، عنده روح، عنده رؤيه في الملعب، هجوميا متميز ودفاعيا متميز. زين الكلام ده كله بالتزام سلوكي في الفتره الاخيره اثار اعجاب النادي الاهلاويه جماهير النادي الاهلي قبل جماهير نادي الزمالك. امام لعيب تتمناه في فرقتك. انا كاهلاوي كنت اتمنى امام يبقى موجود في النادي الاهلي، لكن امام طبعا غيابه عن نادي الزمالك هيعمل مشكله ودروب كبير في فرقه نادي الزمالك، لان امام كان ركيزه من الركيزتين اللي الزمالك معتمد عليهم بقاله فتره، هو احمد سيد زيزو. وطبعا ما فيش حد في الساحه المصريه حاليا موجود يقدر يقدم المستوى اللي بيقدمه امام او يعوض الفراغ اللي امام عمله، الا لو كان الزمالك هيستفيد بقيمه الصفقه البالغه 3 مليون دولار ويكون متفق مع لاعب افريقيا كويس يعوض له الفراغ اللي هيسيبه امام. الزمالك طبعا كل يوم بيفاجئنا بنوادر كتير وحكايات كل يوم متجدده بصراحه، يعني احنا بقى عندنا كل يوم اكتفاء ذاتي من النوادر والحكايات اللي كل يوم بنسمعها. من حوالي كام يوم كده الزمالك طبعا من اول 2023 بيقدم اداء ونتائج سيئه، بعدت نادي الزمالك عن درع الدوري اللي هو حصل على اخر لقبين ليه. طبعا الاعلام الزمالكاوي واداره نادي الزمالك شيلت فريرا الشيله كلها على بعضها وقالت ان فريرا هو السبب في النتائج السيئه لنادي الزمالك، وان الراجل كبر ومبقاش مركز وبقى يعبث في التشكيل ويعبث في التغييرات، واقالوا فريرا من كام يوم. جه كابتن اسامه كسر حاجز الهزائم والتعادلات، امبارح كسب فيوتشر 2-1 باداء مش احسن حاجه، لكن هو حط الزمالك على فكره انه استعاده نغمه الانتصارات من تاني. لكن كابتن اسامه ابى ان هو يغرد خارج السرب. راح طلعنا بكره امبارح بفكره وقال ان انا عايز ارجع لمقعد الرجل الثاني تاني، ويا ريت الزمالك يجيب فريرا وانا افضل مساعد ليه طول العمر، ده البروف. اداره الزمالك ما كدبتش خبر وقالت هنعرض الموضوع على مجلس الاداره، ولو وافق هنعرض الموضوع على فريرا. وانا مش مستغرب ان فريرا لو اتعرض عليه الموضوع يوافق. فريرا بقاله فكر تجاري، بقاله فتره شغال بفكر تجاري، فكره ازاي اكسب قلوب جماهير الزملكاويه حتى لو بقدم اداء وحش، حتى لو بخسر بطولات. فجماهير الزمالك بالنسبه لها البروف ممنوع اللمس ليه. طب انا اكسب قلوب جماهير الزمالك ازاي؟ ان انا اقول النادي الاهلي بيكسب بالحكام وبالاعلام وان بطولاته دي مشكوك فيها، دي اكتر حاجه ممكن تلمس وتر قلوب الجماهير الزمالك، وده فعلا اللي حصل. لكن فريرا كمدرب ليه تاريخ، هو طبعا له ما له وعليه ما عليه، لكنه كمدرب ليه تاريخ وحقق بطولات، المفروض انه مشي بالطريقه المهينه اللي مشي بيها في اخر فتره دي والاساءات اللي حصلت له، المفروض انه يعيد التفكير وانه ما يفكرش اساسا انه يرجع نادي الزمالك تاني. لكن انا ما استغربش مدرب شرب من العقليه الاخيره اللي حصلت في نادي الزمالك دول انه ممكن يفاجئنا ويقول انا راجع. كده احنا كجماهير النادي الاهلي فريرا ما يمثلناش اي خوف، بدليل ان فريرا بقاله فتره بعد بالنتائج والمستوى عننا فرق كبير. وطبعا البطولات اللي خدها السنه اللي فاتت احنا عارفين طبعا كانت العوامل اللي ادت انه يحصل على البطولات دي، قرارات تحكيم مشكوك فيها، ضربات جزاء. ففريرا كمدرب مش منه الجزئيه، لكن احنا بنتكلم مستغربين ان كل يوم بتحصل حاجات جديده. طب فريرا مشي في ايه وراجع في ايه؟ كل يوم نادي الزمالك بصراحه بيقدم لنا جديد. السلام عليكم.